كيفكم شباب؟ عاملين ايه؟ خليني اسألك سؤال بصراحة، عمرك غلطت في حق حد بتحبه؟ اكيد حصل. طب بعد ما حصل حسيت بايه؟ حسيت انك زعلان عشان غلطت، ولا حسيت ان انت بقيت انسان وحش؟ انا عن نفسي كنت كل مره اغلط ما كنتش بزعل من الفعل نفسه، انا كنت بكره نفسي، كنت بقعد مع نفسي كده واقول انت ازاي تعمل كده؟ لحد ما في يوم وقفت مع نفسي وقلت هو انا فعلا وحش ولا انا عملت تصرف وحش وخلاص؟ وهنا اكتشفت حاجه غيرت لي طريقه تفكيري خالص. في فرق كبير قوي ما بين حاجتين، انك تقول انا عملت حاجه غلط، وانك تقول انا غلط او انا انسان غلط. الاولى اسمها ذنب، تانية اسمها خزي. والذنب يا صديقي بيتصلح مهما كان الذنب ده ايه، انما الخزي ما بيتصلحش. خزي اصلا بيقولك انت ما تستاهلش. المشكله يا صديقي ان احنا اتربينا من غير ما نحس ان اي شخص عمل حاجه غلط هو ما يستحقش، هو كده شخص سيء للابد. فاللي اتولد في ذهننا دوت خلانا لما نيجي نغلط ما بنصلحش من الغلط بتاعنا، بنجلد نفسنا على طول. انت ازاي تعمل كده؟ ونفضل بقى نقول مصطلحات زي اللي انا قلتها من شويه ديت، بدل ما نقول طب انا هصلح اللي عملته ده ازاي. طب عمرك حسيت يا صديقي ان انت متضايق ومش عارف انت متضايق ليه؟ انت متضايق وخلاص، بتبقى مخنوق ومش طايق نفسك وتبقى عصبي جدا، ما حدش بقى يكلمني دلوقتي انا دماغي قفل. تبدا بقى تهدى وتقول لنفسك استغفر الله العظيم، لا انا كده غلط، انا ما ينفعش اتعصب بالطريقه ديت، العصبيه ديت وحشه عليا. بس الحقيقه يا صديقي ان العصبيه مش حاجه وحشه اصلا. العصبيه ديت زي ما تقول يا صديقي كده هي رساله بتقول لك في حاجه حصلت بس مش عاجباك، في حد عدى حدوده معاك، في حد ضايقك، في حاجه غلط محتاجه تتظبط. بس احنا اتعلمنا ان احنا نكتم كل دوت لحد اما تحول لكره لنفسنا. وعارف المشكله الاكبر في ايه؟ اننا طول الوقت بنقارن نفسنا بغيرنا، نبص لفلان ونقول بص فلان دوت عامل ازاي، بص ده ما بيتعصبش، ده على طول هادي، بص فلان دوت نجح ازاي، بص فلان دوت انا معرفش بس هو احسن مني، لحد اما احنا نفسنا نضيع مننا. بس الحقيقه اللي محدش هيقولها لك، انت مش مطالب تبقى زي حد اصلا، محدش قالك تعمل كده، انت مطالب بس انك تفهم نفسك، ايه اللي بيوجعك وايه اللي بيفرحك وايه هي طاقتك. احنا اتعلمنا ازاي نحب الناس وازاي نصاحب الناس وازاي نرضي الناس، بس محدش علمنا ازاي نصاحب نفسنا، ازاي نحب نفسنا وازاي نرضي نفسنا. اللي بقوله لك يا صديقي ان انت تسمح لنفسك تبقى انسان طبيعي سوي، تغلط وتتعلم، تزعل وتفهم ليه زعلت، تتعصب وتفهم انا اتعصبت ليه. مش نحط الكل دوت علامة استفهام لحد ما يتزرع جوانا، لحد ما يطلع بتأثير سلبي احنا مش مستعدين ليه. ولازم يا صديقي اهم حاجة ان انت تسامح نفسك زي ما بتسامح اي حد بتحبه، ادي لنفسك فرصة. في الاخر يا صديقي احب اقول لك حاجة صغيرة كده، انت مش محتاج تبقى شخص تاني عشان تستاهل تتحب، انت بس محتاج تبطل تحارب نفسك. انا مش مستني منك تعمل اي حاجة دلوقتي غير ان انت تكتب لي كومنت وتقول لي انا هتعلم احب نفسي وهتعلم اصاحب نفسي وافهم نفسي، والكومنت ده عشان اتاكد ان انت فعلا هتبدا تتغير. وخلي الفيديو ده عندك، ارجع له كل مره تحس فيها ان انت عايز تجلد ذاتك. وبس كده يا صديقي، مش محتاج اقول لك ان انت لازم تعمل لي لايك وتتابعني او تشترك في القناه على حسب انت شفتني فين، وتعمل لي تعليق حلو ده من ذوقك. وبس كده، كان معاك يوسف من موضوع على الماشي. سلام.